انا قصدي ايه بان دي الحاله اللي احنا عايشينها مع الفرق المحليه عادي، رغم ان الفرق المحليه كل واحد فيها بقى مجمع من فرق مختلفه واللي جايب من بره محترفين والقصص دي كلها. طيب يا جماعه احنا بقالنا سنتين. هتقولي منتخب مصر واقع من قبل كده، ايوه ما دي حقيقه. انا بس خليني اركز على الفتره اللي فاتت يا سيدي. انا مش فاضيلك دلوقتي ان اقعد اجيب لك السنين اللي فاتت كان اسبابها ايه، انا بتكلم على الفتره اللي فاتت. الفتره اللي فاتت انا وغيري اتكلمنا على ان، وهتكلم على الاهلي تحديدا لان انا اهلاوي، فهتكلم على الاهلي. اتكلمنا ان الاهلي المستوى بتاعه ما بقاش زي التلات اربع سنين اللي فاتوا، وبقاله سنتين في تخبط واضح وصريح. ايه بقى اللي بقى ظاهر اليومين دول ما بقاش ينفع نخبيه؟ وهو ان انت ما بقاش ينفع تتكلم في الكوره عشان بقى في سوشيال ميديا قويه جدا وناس تقعد تقول لك الا ده الا ده الا ده الا ده. فبالتالي انت ما ينفعش تتكلم على لعيبه، ما ينفعش تتكلم على مديرين فنيين، ما ينفعش تتكلم على مباريات، ما ينفعش تتكلم على اي حاجه، لان انت الناس بتزعل منك في الاخر. وانا حتى مباراه النادي الاهلي الاخيره بعد ما انا عملت الحلقه واتفرجت بعد كده على ردود افعال ناس